جبت لكم أروع أكلة تقليدية نايلية بصعيدية مسيلية جزائرية اللي هي الزفيطي. ما تنسوش تشتركوا على قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. هذه الوصفة سهلة أسهل ما يكون ومكوناتها موجودة في كل بيت. نحتاج فيها الفلفل الحار والثوم كزبر والطماطم. هذه المكونات تختلف لحسب أفراد العائلة. هنا كنت خدمت هذه 4 أشخاص. يجي هايل. هنا كنت شعلت الطاجين تاعي وحطيت الفلفل يتشوى، وفي المهراس تاعنا كنا ضفت الثوم ونصف ملعقة صغيرة تاع ملح كيما هكذا وندقوه. كي درت الملح هكذا باش يسهل لي العملية تاع الهرس تاع الثوم. هنا كنت ضفت طماطم ثاني باش نشويه. من الأحسن أنكم تخلوه يتشوى مليح. الطماطم كي عاد كبير هنايا خليته على الطاجين يتشوى، نقدر نشويه الفلفل على النار ونقدر نحطه كيما هكذا في الطاجين. هي احسن طريقه هي هذه تاع الطاجين، يجي طايب زين وما يضركمش المعده والبنه كامل في الشاي تاع الفلفل والطماطم. وكل ما كانوا طايبين على نار هاديه كل ما كان احسن كيما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما تشوى الفلفل تاعي نقيته، نحيت له القشره هذه كامل وقطعته الى قطع صغار هي تقدروا تلوحوه مجمول وتمدقوا فيه يدق لكم مليح. انا حاولت نقص على روحي الخدمه خاطر طوليت تدق فيه، واللي قادر على شقاها لا تمدق حتى يدق لها مليح. حنا الطماطم كنت نقلب فيه كي عادوا كبار طولوا ما طابولي، بصح لازم تصبر عليه يطيب خاطر اذا كان مش طايب زين مش راح يجيك البن زينه ياسر، لانه البن كامل كي يكون طماطم طايب. اذا درتيه هنا مش راح يجيك زفيطي زين تاعك. كيما راكم تشوفوا هنا كيف راه طاب مفسخ حتى والحبات كبار. قشرتهم وقطعتهم ثاني الى قطع صغار باه نضيفهم للفلفل كيما في المهراس وندقهم، وبعدين ننتقلوا للعجين. هنا كنت وجدت 2 كيلات تاع فرينه وكيله تاع سميد، وكاين اللي يديروه سميد صافي كاين اللي يديروه فرينه صافي. هنا ضفت الملح الخبزه الاولى والخبزه الثانيه. انا كنت درت 2 خبزات ومزجت المكونات تاعي. ومن بعد نضيف الماء ونعجن وما نطولش وانا نعجن فيها وما نعرقش. هذه العجينه عجينه سهله وما تحتاج منك والو، تخلطي برك وتخليها تريح من 3 دقائق 4 دقائق. قسمة تشوفي الطاجين تاعك برك سخون وترجعي تقرصي الخبزه تاعك. هنا كنت قسمت العجينه تاعي لخبزتين ولحت الخبزه الاولى طيبوها زين. هنا كنت ضفت الطماطم تاعي في المهراس ودقيتهم. هنا كنت قلبت الكسرة كما راكم تشوفوا، وننصحكم تجربوها. اللي ما يعرفوش اكله تاع زبيطي ننصحكم تجربوها بنه هايله. واللي ما عندهمش المهرس يقدروا يروحوه في الروبو ولا في المهارس الصغار هذوك تاع اللي نروحوا ندقوا فيهم الثوم وهم كاين صغار، لانه هذو غاليين شويه. يعني اللي مش معرفين بالاكله تاع زبيطي يستخسروا انهم يشتروا المهراس على جال مره واحده يطيبوه ولا يذوقوا البنه ولا. اما اللي تاع جهتنا احنا تاع ولاد نايل ويشتوا زبيطي وما عارفين به لا ننصحكم تشتروا الكروش، لانه البنه تاعو يجي تهبل ويختلف. البنه تختلف يعني على حسب المهراس تاعك. هنايا طيبت الخبزه الزاوجه زدت لوحتها الطيب. كنت حكمت الخبزه الاولى اللي طابت كما راكم تشوفوا طابت مليح. هنايا ما ننساوش الزيت النباتي وزيت الزيتون. انا كنت ضفت هنايا الزيت النباتي وزيت زيتون كي نكونوا ناكلو نضيفوا، لانه دارنا كامل ياكلوه بالزيت زيتون ما يحبوش بلا زيت زيتون. هنا كنت ضفت ماء نصف لتر هكذاك وضفت فيها غرف كبيره تاع طماطم. هذه نضيفها كي نكون ندق في الكسره مع لاصوص اللي خدمته قبيل تاع الطماطم والفلفل. هنا كنت حكمت الخبزه الاولى ودقيتها. حاولوا تدقوها مليح باه ما تتعبكمش في المهراس تقعدوا تطولوا وما تدقوا فيها. هنا السر انك اذا دقيتيها هنا مليح في المهراس مش راح تشد لك وقت ياسر ومش راح تبقى يابسه الكسره ومش راح تعبك اذا لحتيها كامله. كاين الناس كيما هكذا الخبزه كيما كنت تشوفوا فيها ديريكت يلوحوها في المهراس ويتموا يدقوا. تجيبي فيها ساعه ولا هكذاك باه يدق زين الفتات تاعك تاع الزبيطي. كيما كتشوفي هكذا ندق فيها ونعاود ندق ونعاود. ومن بعد هنا حاولت نفتتهم قطع صغار. وكاين اللي كيما هكذا ديريكت يبداو يلوحوا فيها في المهراس وهو وحده يتفتت لكم القطع صغار. انا حاولت اني نقص جهد على روحي قد ما نقدر.
انا اللي طابت الخبزه الزاوجه ثاني نفس الطريقه. دقيت الخبزه تاعي كما راكم تشوفون ندق فيها زين، لانه راح نسهل على روحي في المهرس، مش راح نطول وانا ندق فيه. هكذاك نضيف الكميه الثانيه، الخبزه الثانيه نفتتها ثاني بنفس الطريقه. هنا كنت كملت، نضيفه بشويه برك. وماذا بكم لاصوص يكون هو الاول في المهراس، باه الكسره ما تبقاش لازقت لكم من تحت، لانه اذا بديتوا بالكسره الاولى مثلا فرقتوا لاصوص عاودتوا سخنتوه ولا ما يتلصق لكم الكسره من تحت، كنتوا ما تاكلوا تلقوا من تحت الكسره وحدها. هنا كنت بديت ندق في الفتات مع اللاصوص هذاك باه ما يلصقليش. هنايا هاني ضفت كامل كميه تاع الفتات. وهنايا كنت نسيت ما قلتلكمش بلي ضفت فيها فلفل حار اليابس تاع القناوه كيما نقولوا حنايا. ونبدا نضيف بشويه هذيك الكميه تاع لاصوص اللي خدمتها. حاولوا انكم تدقوا بالعقل برك، هاو يطير لكم لاصوص ولا يحرقكم، وحار وسخون. والطماش اللي كنت رحيته والفلفل ماذا بيكم تخدموه تشفوهم ديريكت تدقوهم وهما سخونين تبداو تضيفوا في الكسر عليهم، لانه اذا بردوا راح يجيكم الزيت تاعكم بارد ومش راح يعجبكم، لانه الزبيط يتكل سخون وحار. وديجاني بديت نشهى في الزبيط وقال ننزل ندير مهرس واحد اخر اليوم. هنا كنت ضفت الكزبر ضفته قبيل، وستاني عاود كميه واحده اخرى كي كملت المهرس تاعي. وشهية طيبه، ونتمنى انكم تجربوه. واليوم المالف ما يصح لهمش الزبيط وما يجيهمش بنين، هاي طريقه عليكم. هنا كنت ضفت زيت زيتون. وهذا الزبيطي يتقدم مع الرخساس، خبزه تاع الرخساس. كاين ما يقدرش الحار ولا يكملوا بالرخساس. واللبن، البن اهم حاجه مع الزبيطه، هي اللبن لازم يكون حاضر.